تخيل معايا كده انك صاحب بيزنس وبتخدم مناطق معينه، سواء دكتور او محامي او مركز صيانه او اي خدمه انت بتقدمها في منطقه معينه، وفي عميل حرفيا بيدور عليك، لكن بدل ما يلاقيك ليه المنافس بتاعك ظاهر اول واحد في خرائط جوجل. احساس صعب شويه، مش كده؟ بتعرف ان 76% من العملاء المحتملين اللي بيبحثوا محليا على خدمه معينه بيزوروا المكان ده في نفس اليوم؟ كمان لو انك مش ظاهر هناك، فانت حرفيا بتضيع على نفسك فرصه عملاء جاهزين يطلبوا خدمتك دلوقتي حالا، والمنافس بياخدهم منك بكل سهوله. في الفيديو ده هشرح لك بالخطوات ازاي تخلي اعلانك يظهر داخل جوجل مابز، وايه افضل الحملات اللي ممكن نستغلها في النوع ده، وازاي تظبط الاعدادات كلها من اول البيزنس بروفايل لغايه ما تختار اللوكيشن اسيتس لغايه اختيار الكلمات المفتاحيه. وانا اقول لك على اكتر الاخطاء اللي بشوفها دايما بتتكرر في النوع ده من الحملات علشان ما تقعش فيها. يلا بينا ندخل على الشرح العملي على طول. خلونا كده نقسم الشرح بتاعنا لنوعين. اول نوع هو البريبريشن، وتاني نوع هو الكامبين سيت اب. اول نوع هنظبط كل حاجه قبل ما نعمل الحمله بتاعتنا، وهو الفيريفايد البيزنس بروفايل، ونتاكد ان البيزنس بروفايل بتاعنا مربوط بالاكونت. وتاني حاجه اللينك الاكونت نفسه، وتالت حاجه نيبل اللوكيشن اسيتس. كل ده هنشرحه بالتفصيل باذن الله بشكل عملي. وبعدين هندخل على الكامبين سيت اب. يلا بينا نروح على جوجل ادز على طول. طيب انا دخلت على الاكونت بتاعي في جوجل ادز، وهروح على التولز، ومن ثم هروح على الداتا مانجر علشان اتاكد ان البيزنس بروفايل بتاعي مربوط بالاكونت بتاعي في جوجل ادز. وادي هو البيزنس بروفايل ولينكد، يعني انا رابطه اصلا. طب لو انت مش رابط البيزنس بروفايل، فانت هتيجي على كونكت برودكت. مهم قوي يكون عندك بيزنس بروفايل الاول، وبعدين بتبحث على البيزنس بروفايل اهو، وتربط البيزنس بروفايل بتاعك. طيب انا خلاص كده البيزنس بروفايل بتاعي مربوط بالاكونت. هنيجي كده على حاجه تاني مهمه جدا، وهي الاسيتس. هنروح على الكامبينز، وبعدين نروح على الاسيتس، ونفعل اللوكيشن اسيتس. هنيجي على اللوكيشن، وبعدين هنيجي هنا على علامه البلس. لو انت لسه رابط الاكونت جديد، البيزنس بروفايل بالجوجل ادز اكونت بتاعك، فانت هتيجي هنا وتضيف البيزنس بروفايل بتاعك فعليا اللي انت عملته. تمام. وهنا في معاك اكتر من نوع انت ممكن تضيف البيزنس بروفايل فيه. اول واحد واول مستوى هو على مستوى الاكونت كله، وهنا اي نوع حمله انت هتطلعها على جوجل ادز فعليا هيظهر فيها العنوان بتاعك من تحت او اللوكيشن بتاعك. تاني نوع هو الكامبين، وهنا الموقع بتاعك هيظهر في حملات معينه انت اللي هتحددها. وتالت نوع على مستوى الاد جروبز. طيب ده قرارك. انا في ناس بتحب تشغلها على مستوى الكامبينز بسبب حاجه واحده بس، وهي ان في كامبينز بتكون كاستمايزد بكلمات مفتاحيه معينه وبعناوين معينه، ودي بس بنخليها تشتغل اللوكيشنز، فبنضطر نحددها بس على دي. في ناس تانية بتقول لك لا، انا محتاج اخليها على مستوى الاكونت لاي حمله هتطلع. طيب ده قرارك. انا خلاص اصلا رابطها، فهاجي هنا بما ان رابطها هعمل كانسل لان هي هنا اصلا متضافه عندي. طيب احنا خلاص خلصنا الحاجتين المهمين جدا في جوجل ادز اللي محتاجين نظبطهم. طيب بعد كده هنيجي على الكامبين سيت اب، وازاي نستاب كامبين تخلي اعلاننا يظهر في جوجل مابس. خلونا كده نتفق ان في نوعين من الحملات ممكن يظهر فيهم على جوجل مابس. اول نوع هو البرفورمانس ماكس، وثاني نوع اللي هو حملات السيرش او حملات البحث. وفي ناس بتقول عشان تظهر في جوجل مابس فما فيش غير نوع واحد من الحملات وهو جوجل مابس. بس خليني اقول لك ان المعلومه دي غلط، وفعلا ممكن تظهر عن طريق حملات البحث، والكلام ده انا مجربه بنفسي. نيجي نعمل كرييت كامبين وزود جايدنس، وبعدين نختار اول نوع هنشرحه وهو حملات البحث، ونختار سيرش. وبعدين مهم جدا تحدد الجول بتاعك وتخليها الجيت دايركشن. وممكن كمان لو انت عامل الكولز وضايف رقم تليفون، فانت ممكن تخليها كمان الكولز. طيب وبتدوس كونتينيو، وبتسمي الحمله بتاعتك، وبندوس كونتينيو. طيب هنا بيقول لك انت محتاج تركز على ايه، على الكونفرجن ولا الكونفرجن فاليو ولا كليكس ولا امبريشن شير. طيب بما ان احنا عملنا جيت دايركشن، فاحنا خلاص هنحددها الكونفرجنز. انت ممكن تخليها براحتك اي نوع انت عاوزه، بس هي كونفرجن فاليو انت مش هينفع تختارها اصلا لان هي مفيش قيمه اصلا للجيت دايركشن او للكولز نفسها. فانت خلاص خليها كونفرجن افضل حاجه، ومن غير اي تارجت في البدايه علشان ما تعملش اي ليميتيشن على الكامبين دي. وبعدين هتيجي تدوس نيكست، وبعدين بتقفل الجوجل سيرش بارتنرز، وبعدين بتوقف الديسبلاي نتوركس. وهنا بتختار اللوكيشن. وهنا التركه مهمه جدا. انت مثلا شغال البيزنس بتاعك سي مثلا انت عياده اسنان، تمام، مركز اسنان كبير وشغال في الرياض. مهم جدا تحدد المنطقه اللي انت شغال فيها وبتخدمها فعليا. تمام. فاحنا هنا مثلا هنيجي على الرياض، هنيجي هنا نختار الرياض. طيب انا خلاص حددت الرياض، وممكن كمان اضيق اكتر. ممكن اعمل مثلا ادفانسد سيرش واضيق اصلا المنطقه وبراحتي، واختار بالبن والكلام ده براحتي خالص. طيب حاجه تانية مهمه جدا، وتختار تاني خيار، ما تختارش اول خيار، لان اول خيار هيوديك لناس مهتمه بالرياض. ممكن تكون ناس مش موجوده في الرياض فعليا ومن دوله تانية مثلا سي، او مثلا على سبيل المثال في مكان تاني غير الرياض، فانت خليها الناس الموجوده فعليا في الرياض لو البيزنس بتاعك فعلا شغال كده. وبتختار اللغه. انا خدت خلاص العربي والانجليش، وبعدين بتدوس نكست. وبعدين بنيجي عند اهم مرحله، وهي مرحله الكيوردز. خلونا نتفق هنا ان دي اهم مرحله ليك في النوع ده من الحملات. وهنا انت محتاج تختار كيوردز بانتنت عالي جدا علشان فعليا تخلي اعلانك يظهر لناس مهتمه بالخدمه اللي انت بتقدمها، وتجيب ناس كواليفايد وناس مهتمه فعلا بالخدمه اللي انت بتقدمها. فهنا انت هتختار الكيوردز بشكل دقيق جدا. تعال نحط نفسنا مكان العميل المحتمل بتاعنا ونفكر زي ما بيفكر. العميل المحتمل بتاعنا اللي عنده الم في اسنانه او اللي هو محتاج يزور دكتور اسنان بيفكر ازاي؟ لو هو في الرياض، هو انا ممكن ابحث مثلا افضل دكتور اسنان قريب مني، دي حاجه مهمه. افضل عياده اسنان في الرياض، افضل دكتور اسنان في الرياض، افضل دكتور اسنان قريب مني، كل الكلام ده مهم جدا تاخده في الحسبان. طيب سريعا، انا مش عاوز اطول في الحته دي، بس انا عاوز اشرح بس الفكره. هتاخد كل الكلمات اللي جت في دماغك في البرين ستورمنج، وهتاخد كل الكلمات اللي هتجي لك من جوجل كيورد بلانر ومن المنافسين بتوعك، وتروح على شات جي بي تي. كمان هتاخد منه اقتراحات حلوه للكلمات. يعني انا مثلا رحت له هنا وقلت له انا شغال على جوجل ادز وبعمل حمله تظهر على جوجل مابز لعياده اسنان، وشرحت له كل التفاصيل وقلت له اديني كلمات مفتاحيه. هو هنا اداني نفس الكلمات المفتاحيه اللي انا فكرت فيها ويمكن ازيد كمان. تمام. انت هنا هتاخد كل الكلمات دي كلها مع بعض والكلمات اللي جت في دماغك، هروح على جوجل كيورد بلانر علشان اشوف حجم البحث عن الكلمات المفتاحيه دي. وبعد كده هتخيل ان هم دول الكلمات المفتاحيه، برجع تاني على جوجل ادز واضيف مثلا الكلمات المفتاحيه دي. انت طبعا هتضيف كلمات اكتر من كده وتعمل استراكشر للكلمات بحيث انك تعمل لهم ستراكشر على مستوى الاد جروبس. هنا انا هعمل الكلمات دي مهمه جدا تكون فريز او اكزاكت، ما تخليش الكلمات بتاعتك برود خالص. طيب انا هنا ضفت الكلمات المفتاحيه بتاعتي. تمام.
هنيجي هنا على اهم مرحله انت محتاج تستغلها صح، لان دي اهم مرحله انت بتبيع فيها لعميلك المحتمل وتخليه يثق فيك، خصوصا لو انت دكتور مثلا او اي حاجه. فهنا دي اهم مرحله بتخلي العميل يثق فيك. فانت هنا هتضيف اليو ار ال بتاعك، هتيجي هنا تضيف الديسبلاي باث او اليو ار ال اللي بيظهر بعد الباث اللي بيظهر بعد اليو ار ال، وتضيف هنا الهيدلاينز. وهنا انا رحت لشات جي بي تي وقلت له اديني افضل العناوين اللي ممكن اشتغل عليها، فهو اداني اكتر من عنوان بصراحه. طبعا انت بتخليه يكتب لك اكتر من عنوان وبتختار الافضل منهم. فانا هنا مثلا اختار دكتور اسنان موثوق في الرياض مثلا. هرجع تاني اروح كاتبها هنا، حكايه كشف اسنان مثلا خلال دقائق. طبعا انت هتختار الكلمات المناسبه للبيزنس بتاعك، انت هتكون اضرب بيزنس انت شغال عليه من الكيورد ريسيرش ومن الكومبيتيتور ريسيرش وكل حاجه انت هتكون عاملها على الكلام ده كله. طيب انا اخترت مثلا 3 حاجات اهم. حلو كده. وهنا مثلا ممكن اكتب الاوصاف اللي شات جي بي تي اداها لي. طيب انا هنا بصراحه كتبت شات جي بي تي عمل لي حاجات حلوه بصراحه عجباني. طبعا في افضل من كده بكتير. هنا بتضيف الايمجز، هنا بتضيف البيزنس نيم بتاعك، وهنا بتضيف اللوجو. تمام. وهنا اصلا اللوكيشن اسيتس هتلاقيها اتفعلت لوحدها لو انت مفعل الكلام ده كله على مستوى الاكونت. لو انت مش مفعلها انت طبعا هتحتاج تفعلها هنا على مستوى الكامبين. وهنا هيظهر لك بالشكل ده من تحت، اللوكيشن هيظهر كده وهيظهر على جوجل مابس كمان. طيب احنا خلاص خلصنا اول نوع من الحملات وهو حملات البحث. تمام. وانت هنا برضو ممكن تضيف الكولز كمان لو انت حابب تضيف فون نمبرز من تحت. طيب احنا خلاص خلصنا اول نوع من الحملات معانا، ندخل على ثاني نوع من الحملات وهو حملات البرفورمانس ماكس او الاداء الاقصى. طيب هنيجي على ثاني نوع من انواع الحملات بتاعتنا وهنيجي على البرفورمانس ماكس، ونختار نفس الجول اللي احنا اخترناه من شويه اللي هو الجيت دايركشنز والكولز لو عندنا وعاوزين نخلي الناس تكلمنا كمان. مهم تحت اي ايفنتس مالهاش اي لازمه عندك عشان تعرف تقرا الداتا صح في الاخر. وهنا خيار مهم جدا وهو الستور لوكيشن. انت عاوز الاعلان يظهر فين؟ لو انت عامل جروب باكتر من موقع، لو انت عندك اكتر من مكان اوف لاين وعامل لهم جروبز ومقسمهم، فانت هنا ممكن تقسمهم على مستوى الحمله وتخلي مثلا المكان ده هو اللي يظهر في الاسيت دي والمكان ده هو اللي يظهر في الاسيت دي والكلام ده كله. تمام. فاحنا هنا نختار اول بما اننا احنا عندنا لوكيشن واحد بس، وهنوقف الميرشنت سنتر بما اننا مش شغالين على ميرشنت سنتر خالص دلوقتي. وبعدين نعمل كونتينيو وبنسمي الكامبين بتاعتنا ستارت نيو. وهنا نفس الشرح اللي اتشرح اصلا في كامبين السيرش هتكمل زي ما انت على طول كل حاجه علشان وقت الفيديو. وهنا بتيجي على مرحله الاسيت جرو وتسمي الاسيت بتاعتك وبتكتب اسم البراند بتاعك، وبعدين بتضيف اللوجو، وبعدين بتضيف الهيدلاينز اللي انت عاملها وكل الكونتنت اللي احنا عملناه من شات جي بي تي اصلا. طيب بعد كده هنيجي على اهم مرحله وهي مرحله السيجنالز، ودي اهم مرحله فعليا لان السيرش كامبينز بتختلف تماما. السيرش كامبين بتكون بيزد اون كي ووردز او بتشتغل بناء على الكلمات المفتاحيه، انما النوع ده من الحملات بيشتغل بناء على السيجنالز بالاي اي. فالاي اي بيبدا يفهم اكتر عن نوع البيزنس اللي انا شغال عليه والاعلان بتاعي والعملاء بتوعي من خلال السيجنالز اللي انا بديها له دي والاشارات اللي عنده. فمهم قوي تضيف سيجنالز قويه جدا هنا زي دكتور اسنان في الرياض، افضل دكاتره اسنان في الرياض، والكلام ده كله احنا عملناه. تمام. وهنا بتضيف الاودينس سيجنالز بتاعتك. وهنا انت ممكن تضيف كمان اليور فيرست بارتي داتا زي مثلا كل العملاء اللي عندك من خلال كاستمر ليست وترفعها على جوجل ادز وتضيفها هنا بحيث تقول له دول الناس اللي زاروني فعلا او البيشنتس اللي زاروني فعلا. فانت ممكن تروح لناس شبه الناس دي. وبعدين بتعمل نيكست وبنروح على اخر حاجه وهي بادجت، وانت بتخليها ميزانيه صغيره في البدايه لغايه ما تظبط معاك والاداء يظبط وبعدين بتكمل. طيب اكتر الاخطاء اللي بشوفها هنا ان ناس كتير بتشتكي من النوع ده من الحملات اللي هو البرفورمانس ماكس، ان هو بيجيب ليدز مش كواليفايد او بيجيب ناس مش مهتمه فعليا. وده طبيعي بصراحه للنوع ده من الحملات لان هي زي ما احنا قلنا من شويه ان هي شغاله بيزد اون سيجنالز. فلو الاكونت لسه في بدايته وانا مشغل النوع ده من الحملات فطبيعي هيجيب لي ليدز مش مهتمه، ليدز مش كويسه والكلام ده كله. فانا شايف ان افضل نوع من الحملات ان احنا نبدا بيه هو حملات البحث لغايه ما نجيب داتا قويه جدا ونجيب مثلا كونفرجنز حلوه اخر فتره اخر 30 يوم سي على الاقل، وبعدين بنكمل وبعدين نقدر نشغل النوع ده من الحملات ونضيف له سيجنالز قويه ونضيف له كل حاجه وهيشتغل معانا كويس. من اكتر المشاكل اللي هتشوفها كمان في النوع ده من الحملات اللي هو البي ماكس اللي هو زيرو بليسمنت كنترول. انت مش بتتحكم في اي بليسمنت بيظهر فيه الاعلان بتاعك، سواء مثلا يوتيوب، سواء مثلا الايميلز، سواء مثلا السيرش والكلام ده كله. الحاجه الثانيه برضو اللي الناس كتير بتقع فيها ان هو بيقول لك انا عاوز بس اخلي الاعلان بتاعي يظهر في جوجل مابس بس، وما فيش حاجه اسمها انا عاوز الاعلان بتاعي يظهر في جوجل مابس بس. حرفيا هم دول النوعين بس من الحملات اللي اعلانك ممكن يظهر فيهم، سواء السيرش او سواء البرفورمانس ماكس. جوجل ادز هي اللي بتختار الاعلان هيطلع امتى وهيظهر فين وكل الكلام ده كله بناء على الاوكشن وبناء على البادجت اللي انا ضايفها وبناء على الكواليتي بتاعت الكامبين اللي انا ضايفها. فمهم قوي اهتم بالكامبين بتاعتي كويس جدا 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 عشان اضمن ظهور حملتي في جوجل مابس واجيب عملاء مهتمه فعلا بالبيزنس بتاعي. وبس كده انا خلصت شرحي، بتمنى اكون فدتك ولو 1%، ولو استفدت شير الفيديو ده لعل غيرك يستفيد. شكرا لكم.